إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر المهم والمهم جدا، الموضوع ديال سد قدوسة في المنطقة الشرقية كنا تحدثنا عليه منذ سنوات، منذ أن بدأت العملية ديال الملء ديالو. سد قدوسة وهذا اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة. شوفوا تبارك الله الكمية ديال المياه اللي هي مخزنة في هذا السد، وهذه ماشي هي السعة الكاملة ديال السد، يعني يمكن أنه يعمل أكثر من هكا. تخيلوا معايا متابعين الكرام ان هذه المياه هذه كلها كانت كتمشي للعدو الجزائري. هذه المياه هذه كلها كانت كتمشي لسد جرف التربة عفوا في بشار المحتل. وبالتالي هذه المياه كلها كان كيستغلها العدو الجزائري، ولكن بطبيعة الحال بعد ما قمنا ببناء السد ديال قدوسة، هذه المياه هذه كلها بطبيعة الحال أصبح يستفيد منها الساكنة ديال المنطقة، ما بقاش كتمشي عند العدو الجزائري. وكاين هناك سدود أخرى اللي كتبنى، أهمهم السد ديال خنقرو اللي بطبيعة الحال هو الآخر غادي يقطع المياه اللي كتمشي لزريبات الجزائر. شنو هو الجديد في الموضوع؟ الجديد في الموضوع هو أنه تم إعطاء الانطلاق رسميا باش أنه يتم الاستغلال ديال المياه ديال قدوسة، هذاك المياه اللي شفتوه قبل قليل في السد ديال قدوسة، لكي يتم استخدامها في الري ديال المحاصيل الزراعية في المنطقة. يعني الساكنة ديال المنطقة هما اللي غادي يستافدوا من المياه ديال هذا السد، بدل أنه يمشي عند العدو الجزائري. وكما تشاهدون هاد اللحظات لإعطاء الانطلاقة ديال الاستغلال المياه ديال سد التربة من أجل سقي المحاصيل الزراعية في هاد المنطقة هذه. وهنا غادي تلاحظوا إلى مشينا هنايا غادي تلقاو بزاف ديال المحاصيل الزراعية اللي كاينة في هاد المنطقة ككل. لكن ما يهمنا هنا هو أن هاد المياه ديالنا غادي نستافدوا منها حنا وما يستافدش منها العدو الجزائري. نشوفوا التفاصيل ديال هادشي متابعينا الكرام. مشروع ضخم تشغيل شبكة الري المرتبطة بسد قدوسة عفوا لسقي 5000 هكتار. يمثل هذا الورش الكبير الذي أعطيت الانطلاقة ديالو سنة 2018 أحد أهم المشاريع البنية التحتية الفلاحية بالجهة، ويهدف إلى تطوير الفلاحة المسقية فعالة ومندمجة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية واستراتيجيات الدولة في المجال كمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأفضل، تدبير مستدام للماء وتثمين الأراضي. حسب المعطيات